أول ما قربت من طاقة النور شدتني فجأة، وفجأة لقيت نفسي في نفس الأوضة، لكن في هدوء. مش سامعة صوت الناس وهي بتجري من الحريق. مشيت واحدة واحدة لحد ما طلعت من السرداب. لقيت نفسي بالليل في أوضة المديرة، لكن العفش كله اتغير وشكل الأوضة بقى غريب. كنت خايفة جدا، حاولت أفتح الباب وأخرج، لكن كان مقفول عليا من بره بمفتاح. قعدت لحد الصبح على الكرسي مستنية أي حد يجي يفتح الباب ويخرجني. كنت ببص للأوضة ومستغربة، مفيش حاجة محروقة، ومكتب جديد، والحيطة مفيش أي أثر للحريق. كنت حاسة إني بحلم لحد ما نمت. من كتر التعب ما كنتش قادرة، والصبح فقت على حد بيفتح الباب، وفجأة لقيت سعاد صاحبتي. لكن في الأول ما عرفتهاش، وهي اتخضت ورجعت لورا. هي كانت خايفة مني وبتسألني انت مين، وانا ببصلها ازاي سعاد كبرت كده، يجي 30 سنة. في الأول خافت وقالت لي انتي عفريتة. قلت لها لأ، أنا ولاء. قالت لي لأ، ولاء ماتت من 30 سنة في الحريق. وفضلنا خايفين من بعض شوية، لكن لما اتأكدت اني إنسانة، وانا اتأكدت انها فعلا سعاد بس كبرت، ابتديت احكي لها اللي حصل. وعرفت منها اننا في سنة 1990، وانها بقت مديرة المدرسة، وان انا المفروض بعد الحريق ملقوش جثتي، وقالوا اني اتحرقت عشان كان في جثث كتير من الحريق، وما قدرناش نحدد مين هما. صعدت على سعاد وشغلتني في المدرسة. كنت لسه صغيرة، 25 سنة، لكن محدش عرف السر ده غير سعاد. فضلت تساعدني وقعدتني عندها في البيت، وهي كانت ما بتخلفش. ولما ماتت هي وجوزها، أنا فضلت قاعدة في بيتهم، والناس فاكريني أختها الصغيرة. وكل يوم كنت بنزل أقعد في الأوضة هنا، مستنية طاقة النور تفتح تاني، وارجع لزمني واشوف بابا وماما وخطيبي اللي كان فرحنا بعد اسبوعين. صعبت عليا مس ولاء جدا، وهي كانت عمالة تعيط. وقعدت انا وكرمة نطبطب عليها ونقول لها احنا كلنا بنحبك وولادك، لكنها فضلت تقول نفسي ارجع تاني، بقالي 25 سنة هنا، نفسي ارجع بيتي. بس انا سكت وقلت لها بس يا ميس ايه رجل الكلب اللي طلعت لنا واحنا في الفصل؟ ومين اللي فتح الباب وفتح النور بتاع الطرقة؟ سكتت مس ولاء ووشها بان عليه الخوف، وقالت انا جيت لما كلموني وقالولي انهم مش لاقيينكم. فتحت المدرسة ودورت عليكم، ولما لقيت باب السرداب مفتوح قلت اكيد انتوا عرفتوا، ونزلت وكلمتكم بشدة عشان تمشوا وما تحكوش لحد. لكن انا معرفش، مفيش كلب يقدر يدخل المدرسة، والنور انا جيت لقيته كله مفتوح. قلت انتوا اكيد فتحتوه. ابتدى الخوف يبان على مس ولاء، واحنا كمان خفنا جدا، ولسه بنقرب من الباب عشان نخرج فجأة لقينا الكلب الاسود كان واقف قدامنا. رجعنا بسرعة واحنا خايفين، ومسكنا في مس ولاء، وفجأة الكلب اتحول بقى ست جميلة جدا، بيضة وطويلة وعينيها خضرة. قالت لنا ما تخافوش، انا مش جاية اذيكم، انا ناريمان، انا مش عفريتة، لكن الأوضة دي هي اللي خلتني كده. انا والامير حافظ كنا بنحب بعض جدا، والملك كان عايز يفرقنا ويتجوزني، وبابا وماما كانوا موافقين غصب عنهم، لكن انا بحب حافظ. اتفقنا انا وهو اننا نهرب من الملك لزمن تاني زي ما قال ساحر اتفق معاه حافظ. وفعلا سنة 1950 هربنا انا وحافظ وخرجنا لسنة 1980، ولقينا نفسنا جوه مدرسة. خرجنا منها وكان حافظ واخد معاه دهب ومجوهرات كتير. كنا مش فاهمين الناس في الأول، كل حاجة كانت متغيرة، لكن حافظ باع الدهب والمجوهرات واشترينا بيت واتجوزنا، وعشنا أحلى سنين حياتنا. ساعتها كان عمري 20 سنة وحافظ كان 30، ومع الوقت كبرنا وأنا تعب. وفي يوم كنت تعبانة جدا وحافظ كان قاعد جنبي، وأنا كنت خلاص على وشك الموت.
كنت خايفة على حافظ جدا إنه يعيش لوحده وإحنا ملناش أولاد. وفجأة جت اللحظة ونط قدام حافظ، كان هيتجنن. جاب الكتاب اللي الساحر كان مديهوله قبل ما نيجي الزمن ده، وقرأ إن اللي هيموت مننا هيفضل روح، ولو رجع زمنه هيرجع للحياة ويكمل حياته في زمنه. ظهرت له وبقيت أقعد معاه وأونسه، لكن في لحظة قررنا إننا نرجع لزمننا. وفعلا جينا أنا وهو هنا بالليل، ووقفنا في الأوضة وما لقيناش طاقة النور اللي خرجنا منها. كان حافظ هيتجنن وقال أكيد في حد تاني خرج منها ولازم يرجع معانا عشان تتفتح. واحنا متضايقين جدا وخارجين من المدرسة، عربية خبطت حافظ وراح في غيبوبة، وبقيت أنا روح من غير جسد مش عارفة أعمل إيه. بقعد جنب حافظ طول الوقت، نفسي يفوق عشان نفسي أسمع صوته. وكنت دايما باجي المدرسة أدخل الأوضة بقول يمكن تتفتح، وبالصدفة يوم ما لقيت البنات محبوسة عملت نفسي بشكل كلب عشان أقدر ألمس الباب وأنقذه. وفعلا فتحت لهم الباب والنور وفضلت وراهم لحد ما دخلوا هنا. ولما قريت هنا الجريدة عرفت منها إن في ميس ولاء هنا، وهي اللي في الصورة ميتة. اتأكدت إن أكيد هي اللي خرجت من طاقة النور للزمن ده، وأكيد ما اتفتحتش عشان هي مش موجودة. رجع الأمل فيا إننا ممكن نرجع تاني أنا وحافظ. فضلت في المدرسة إلا لما ميس ولاء تيجي والبنات وأعرف الحقيقة وأتأكد. ولما حكيت يا ولاء دلوقتي عرفت إن إحنا كنا بندور عليكي انتي عشان نرجع كلنا زماننا، لكن أنا مش عارفة أجيب حافظ إزاي هنا. كنا أنا وكرمة وميس ولاء بنعيط وصعبان علينا الست وهي بتتكلم، وقررت أكلم بابا يساعدنا. وفعلا كلمته وفهمته كل حاجة. بابا وقف قدامنا ريمان وميس ولاء وقال لنا هخرجه من المستشفى على ضمانتي، وهقول لهم إنه قريبي، لكن لازم نخرجه بالأجهزة. وفعلا بابا قدر يجيبه بعربية إسعاف من المستشفى وشيله بسرعة لحد الأوضة. وأول ما دخل الأوضة هو وميس ولاء وروحنا ريمان واقفة معانا في الأوضة، فجأة اتفتحت طاقة نور كبيرة، دخلت نريمان ودخلت ميس ولاء بعد ما ودعتنا. أما بابا فشال عم حافظ وقرب من طاقة النور عشان يدخله فيها، وفجأة بابا اتشد هو وعم حافظ. انتظرونا في حكاية جديدة مع حكايات هنوش.